زلزال واكو اشخاص محاصرين داخل البيت، راح نوجه فرق الانقاذ والاطفاء والدوائر السانده ضمن القضاء حديثه انه شلون ينقذون من يصير حاله كارثه مثل هاي الكوارث. وراح نشوف احنا وياكم ان شاء الله وبجهود الجميع شنو الاجراءات والوقوف بعدين بعد الممارسه على الاخطاء والسلبيات اللي راح تحصل اثناء الممارسه. القطعات المشاركه يعني عندنا بالايجاز القطعات المشاركه بهذا الواجب تذكر. نعم. حتى كل وحده شنو دورها، شنو واجبها، وشنو لا سمح الله نستفاد من اكو اخطاء. من راح تقدم بالبدايه؟ هل تقدم اخلاء الاشخاص؟ نعم. وحتى نشوف رؤيتك انت. واضح. بالنسبه للجهد الفرق القوات الامنيه تامن المكان. تمام. المرور يفتح الطريق اذا اكو سياره شيء حتى الرتل تدخل. فرق الاطفاء والانقاذ عندنا بالدرجه الاساس انقاذ الاشخاص. الارواح اغلى شيء عندنا، ننقذ الاشخاص بعدين نطفي الحريق. تمام. جهد السائد الباقي اللي هو الانقاذ احنا الدفاع المدني واجبنا الانقاذ الخفيف. الانقاذ الثقيل وفق القانون الدفاع المدني 44 لسنه 2013 هو برئاسه مدير البلديه، هو رئيس خدمه الانقاذ بالتعاون مع طبعا دوائر الكهرباء، دوائر الماء، دوائر السانده الاخرى اللي عندها اليات ثقيله